ساعة مباراة الزمالك والوداد الأولانية، ولقيت تشفي غير طبيعي عندي أنا شخصيا من بعض أصدقائي. لقيتهم بينزلوا إساءة مشجعة متعصبة مغربية. الحقيقة بس أنا عشان أبقى مجمع الموضوع كويس، نزل كتير جدا، هنزل لكم سكانات لأن لقيت كله مشير، وبالذات الأهلاوية. وللأسف أنا لقيت روح وحشة جدا من الأهلاوية. أنا زملكاوي يا جماعة، وتربيت في نادي الزمالك، وعايز أقول لكم يعني إن أنا بحترم النادي الأهلي. فقصة إنه يتغلب من حد وهو بيلعب أفريقيا، أرجوكوا نظفوا شوية، ها؟ عشان ده سواد. نزل في الوقت ده مجموعة من المواقع، يا ريت نشوف إساءة أميرة أيوب. أميرة أيوب اتقال عليها إنها فنانة، اتقال عليها إنها رقاصة، اتقال عليها حاجات كتير قوي في الوقت ده. أنا الحقيقة بصينا زي ناس كتير قوي على فيديو الإساءة. يا ريت أشوف اسكان خاص بالمواقع اللي نزلت الموضوع ده، لأنه نزل كتير. ادي يا جماعه اساءة مشجعه مغربيه، تطاولت على نادي الزمالك، تطاولت على مصر، شتمت رموز نادي الزمالك، تعدت بالقول على المستشار مرتضى منصور. حاله هستيريه كانت حاصله، وشجع الموضوع ده مواقع متعصبه كتير، وقالوا انها طبعا رقاصه وفنانه وحاجات زي كده. تمام. الحقيقه أنا كنت متضايق جدا، متضايق كمان من مين؟ من مصريين وأهلاوية وبتاع. مش كل الأهلاوية كده، بس ليه؟ وليه الإساءة في الرمز ده؟ بينجح كل يوم. أنا راجل كزملكاوي وهو بقول لكم، نادي الزمالك بقى نادي وفيه المستشار مرتضى منصور، والراجل ده على فكرة أنا على علاقة قريب بيه من وأنا عيل صغير، ويكاد يكون يعني مربيني زي احمد وامير. بس قال لي ما تسيبش حقك، ما تسكتش على حاجه غلط. اللي حصل من المشجعه دي في صور يا جماعه خاصه بيها. المشجعه زي ما حضراتكم شفتوا فيديوهات الاساءه، ادي بعلم الوداد وغيره. تمام. انا معروفه هويتي، ويمكن انا في وقت من الاوقات كمان كنت أعمل في نادي الزمالك في العلاقات العامة وفي الإعلام. فالحقيقة اتفاجئت بحاجة. طبعا في خلفية عني من نادي الزمالك وكده، في صور ليا ومع المستشار مرتضى، ادي وانا في مكتب المستشار مرتضى وليا علاقة بيه، ومعروف ان في علاقة يعني قريبة، يعني الحمد لله بينا، وراجل في الأزمات لازم بيقف جنب أي حد، ما بالك وده وانا جوه النادي وبتاع. فوجئت يا جماعه بان الصفحه الخاصه ببرنامج الوسط الفني، احنا عندنا 4-5 صفحات بالالاف، اتبعت من اميره ايوب فيديو. كانت المفاجاه من هذا التعصب، حقك بيجي لك يا سياده المستشار، نجاحك عمر ما حد يوقفه. دايما يقولوا اللي بيعتذروا لك هنا بيخافوا منك دايما، ولكن انا من قربي منك وعارف انك بني ادم طيب، حقك بيرجع لك. على فكره ما حدش عارف هي ساكنه فين ولا عايشه اصلا في المغرب، بيقولوا معاها جنسيه تانية. فوجئت بهذا الفيديو وانفراد لبرنامج الوسط الفني لانه مبعوث لينا. انا فوجئت برنامجنا منتشر في المغرب العربي في كل مكان، ولكن كان هذا الاعتذار من هذه المتعصبه اللي رجعت بينها وبين نفسها، حست انها غلطت. يا جماعه التعصب موت ناس عندنا في المدرجات. حصريا لبرنامج الوسط الفني اعتذار أميرة أيوب المشجعة المغربية لنادي الزمالك وللمستشار مرتضى منصور. نشوفه مع بعض. مساء الخير، معاكم أميرة أيوب، مواطنة مغربية مهاجرة بحكم ظروف العمل، بيزنس وومن. اوكي، ولست راقصة أو فنانة استعراضية أو مطربة كما ادعت بعض الصحف وبعض المواقع الإلكترونية وبعض الناس اللي استغلوا الفيديو اللايف اللي أنا نزلته. كنت برد على الشتيمة اللي جاتني
بعد الأولتراس الزملكاوية ومن بعد المتعصبين. بكررها وبقولها، أنا لا راقصة ولا مطربة ولا فنانة ولا لي أي علاقة بالفن، كما تدعي بعض النفوس المريضة وترمي الناس بالباطل. اخترت أظهر بالفيديو ده لهذا البرنامج الجريء اللي هو الوسط الفني، لما يشهد له من مصداقية وشفافية وحيادية. ثانيا، أشد بقوة على يد فريقي المفضل، فريق الوداد البيضاوي، ولما قام به من روح قتالية في وسط الملعب في ماتش نصف النهاية بينه وبين الفريق الشقيق الزمالك. واقول لهم خروجكم فعلا كان خروج مشرف جدا، اكتر من مشرف يا ابطال. واحنا كمغاربه ومشجعين لفريق الوداد بنحبكم قبل الالقاب، لاننا وببساطه نحن الجمهور وانتم كفريق بنشكل ملحمه تاريخيه عبر الزمن من نفس المنبر وبنفس النيه الطيبه الصادقه. اقول للزمالك مبروك من قلبي، بقول لكم مبروك، فوز عن استحقاق وجدارة. ومما لا شك فيه اني عاشقة لفريق الوداد المغربي، وقعت ضحية التعصب الأعمى اللي نتج عنه كلام قبيح جاء ردا بين قوسين يا جماعة، جاء ردا على تعليقات مستفزة من بعض الأولتراس الزملكاوية ومن بعض مشجعين الزمالك. فلكل فعل رد فعل. صدر مني كلام قبيح في حق رئيس نادي الزمالك الأستاذ المستشار مرتضى منصور، الذي يشكل رمز الفريق المنافس. ومن خلال الفيديو ده أردت فقط أن أريح ضميري فقط لا غير، وبقدم اعتذاري لكافة الشعب المصري الذي لم ولن أجرؤ يوما على المساس بكرامته أو إهانة في حق الشعب المصري كشعب أو كدولة أو أوكي. فأنا لم أقصد التعميم في الفيديو اللي نزل واللي كل المواقع والصحف الإلكترونية تناولته. أنا لم أقصد الإساءة، والمتتابعين لصفحتي هيعرفوا قد إيه إن أنا محبة لمصر وشعب مصر وحاجات كتير لا داعي إن أنا أذكرها. السب والقذف اللي جاء في اللايف بتاعي جاء فقط لمن هاجموني وقالوا أدبهم عليا، فقط لأني كنت بشجع الفريق بتاعي اللي هو الوداد البيضاوي وبشجع الأهلي عشان أنا ودادية متعصبة وأهلاوية متعصبة. طبعا أنا بعتذر عن الإساءة الصادرة مني في حق المستشار الأستاذ مرتضى منصور. اعتذاري لشخصه فقط، كم إنه إنسان في سن والدي ولا يجوز إن أنا أتلفظ بألفاظ سيئة في حقه. وانا بقولها يا جماعه، اعتذاري ده ليس خوفا، ولا حد طلب مني اعمل كده، ولا حد يعني غصب عليا اعمل كده، ومش خوف من اي حد ولا من اي جهه. لذلك وجب عليا ان انا اعتذر واحترم الرجل ده، لانه في الاول وفي الاخير في مقام والدي فقط لا غير، مش عشان هو سياده المستشار او عشان هو ايا يكن. اعتذاري فقط احتراما لسنه ولمركزه، انه رئيس نادي اللي هو نادي الزمالك. اللي قلته كان فقط زلة لسان وخلاصة تعصبي المتمرد. وأؤكد لحضراتكم ان اعتذاري ده مش خوف اطلاقا، ولا حد غصب عليا ولا حد طلب مني ان انا اعتذر ولا اي حاجة. لماذا؟ ليه؟ لاني لا اخال احدا، فلا احد يعرف هويتي ولا اقامتي ولا جنسيتي التانية. محدش هيقدر يوصل لي يعني بالمصري كده، باللغه العاميه محدش هيقدر يوصل لي، ولا حد يقدر يعمل لي حاجه وحشه، لانني اللهم فقط ان انا متعصبه وداديه طلعت رديت
بس رديت الإساءة اللي جاتني. أنا فقط ارتقيت إني أتصالح مع ذاتي ومع نفسي وأؤكد كل التأكيد، وضعوا من فضلكم 50 سطر تحت الكلمة دي لكل الصحف وكل المواقع اللي تناولت اللايف بتاعي، واللي كتب راقصة واللي كتب مطربة واللي كتب فنانة استعراضية واللي كتب سوري على اللفظ عاهرة. ما عنديش أي علاقة بالفن إطلاقا، ولو أنا فنانة أو راقصة ده شرف ليا، شيء ما يعيبنيش إطلاقا. الفن الرقص، والفن الرقص فن راقي. بصوا يا جماعة، يعني أنا الموضوع ده حصل كله كده بالصدفة، ولكن برجع وبقول إنك يا سيادة المستشار، يا رمز نادي الزمالك، حقك بيجيلك من غير ما بتطلبه. وأكتر حاجة تؤكد في هذا الفيديو لما المشجعة أميرة قالت إن ما حدش يعرف مكانها ولا كل ما حد هنا بيتكلم يقول لك أنت بتبعت له ناس وأنت بتضغط عليه وحاجات زي كده. أنت بني آدم طيب وبتشتغل، وربنا بيكرمك وبيكرم نادي الزمالك عشان انت بتجتهد فيه بشكل كبير جدا، وده باين في النادي وباين في الفرقه وباين في حاجات كتير قوي. احنا كنا وصلنا النادي ده لمأساة، يعني بقينا نقدر نقول ان احنا زملكاويه وبنفتخر. حقك بيجي لك يا سياده المستشار، مش بس جوه مصر. انا ما اعرفش اصلا هي في انهي حته في العالم ولا ايه جنسيتها ولا ايه الباسبور، ولكن الناس اللي بتتصيد عشان يشيروا فيديوهات كان فيها اساءه، أتمنى يكونوا بنفس الروح اللي شيروا بيها اعتذار المشجعة المغربية أميرة أيوب اللي تصارحت مع نفسها واللي بتنفي عن نفسها إن هي رقاصة ولا فنانة ولا كذا. كل ده الموضوع اللي احنا حبينا نتكلم فيه. حقك بيرجع لك دايما يا سيادة المستشار. راجل طيب قوي، اللي فاكره شرير وبيزعق وكده